بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. وخليني اقول لحضراتكم انه خلاص النهارده وبكره هتبقى اخر حلقاتنا، هنتوقف خلال شهر رمضان ونرجع لكم بمشيئه الرحمن بعد شهر رمضان. قبل اي حاجه خلونا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده، ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضر. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. كابتن ابراهيم، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. يا رب عليك وعلينا يا رب. استاذ احمد عبد الباسط. كابتن ابراهيم مساء الفل. الله يخليك. عامل ايه؟ كله زي الفل. كله زي الفل. كله تمام. منور الدنيا. الله يخليك. استاذ خالد الاتربي، ازيك يا استاذ خالد؟ يا مساء الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. استاذ محمود شوقي، ازيك يا ابو الشوق؟ حبيبي يا هيما، عامل ايه؟ طيب يا حبيبي. كله تمام؟ كله تمام. استاذ احمد شوقي، ازيك يا كابتن هيما؟ ازيك يا بيه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. منور الدنيا. ربنا يخليك. شرفنا ومنورنا كمان استاذ عمرو جاب الله، ازيك يا استاذ عمرو؟ كابتن ابراهيم عامل ايه؟ كله زي الفل. يا رب دايما. يا دارش عامل ايه يا دارش؟ نعمه الحمد لله. يا عمو ازيك يا كابتن؟ ازيك يا عمو حسن؟ الحمد لله يا تمام. عمو حسن نورني يا كابتن. توقعاتك لا خيشت. لا مش خيشت. لا قلت الزمالك يكسب كام؟ انا قلت 3-1 وهيخش جون في الزمالك والصدر خلص الماتش كام؟ 2-1 والصدر المجنون. لا بس 2-1 ماشي ودخل جون فينا. ودخل جون بس انا قلت برضه 2-1 ولا 3-1؟ انت قلت 3-1. 3-1. ماشي، يعني نحسب لك نص ماشي. نص عشان المكسب. طب والاهلي؟ انت قلت تعادل ايجابي، تعادل ايجابي طلع تعادل ايه؟ برضه، ما هو ايجابي زي 0-0. لا ازاي بقى يا عم حسن بقى؟ يعني ازاي ايجابي 0-0 ازاي بقى؟ دي نقطة. لا هو هي همشيها لك ماشي يا عم حسن، بس ده تعادل سلبي بس ماشي اللي انت تؤمر بيه خلاص ما فيش مشكله. انت ايه؟ انت شيش بيش خالص في طب بص يا كابتن، في التوقعات يا ريس. تعالى هنا تعالى هنا الشوط تعالى هنا. الاول شفت بين رمضان والكور اصلا ما تضيعش، صح لا كده؟ ما تضيعش، لا صح كده صدقا يعني. ايوه الماتش ده لو اتلعب صح كان الاهلي هيكسب 4 على الاقل، ماشي. لو في ناس بتهدف وناس، انما الاهلي ما عندوش حد بيهدف. احنا ده دخلنا في لا ما عندوش حد بيهدف والله. غطى على بنوك التحليل. بيغطي على لا مفيش فيرود اللي تعتمد عليه الكره تجيله هيجيبها. ده كلام حلو قوي، ده كلام عظيم. نبتدي نخش في الشغلانه على طول. متشكرين يا عم حسن، متشكرين يا دارش. طيب تفاصيل في الديتيلز، نتكلم في موضوع اللي حصل امبارح في الماتش بتفاصيله كلها في ماتش الجيش الملكي بدون يعني مقدمات. العقوبه النهارده النادي الاهلي بينزل بيان بيقول فيه يا جماعه انا ما نزلتش بيان وقتها للاسباب التاليه، وبيشرح للناس الموضوع كله. عندنا البيان لو سمحت يا ريت تجيبوا لنا على الشاشه اهو بالظبط كده. قال لك احنا رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الاسباب اليوم ووضعنا الحقائق كامله امام الكاف. قال النادي الاهلي وهو يحفظ حق كل الانديه الشقيقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة. يؤكد على أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيقة الذي جرت كذا كذا، والحكاية كلكم حضراتكم عارفينها وموجودة في البيان اللي النادي الأهلي فيها. بيقول أن هو كان حريص أكتر على الحفاظ على العلاقات، حريص أكتر على أنه يبقى المشهد كله بيتم إصلاحه عن طريق الاتحاد الافريقي لكره القدم. على طول لجنه او الكاف او لجنه الانضباط نزلت بيان استنكرت وشجبت وقالت ومش هينفع وازاي والكلام ده كله في اسرع وقت. دي حاجه برضو من الحاجات اللي بشوفها كويسه جدا ايجابيه. اتمنى ان هم يعملوها كده في بقيه كل الماتشات اللي تبقى على وضد، مش بس الماتشات اللي بيبقى فيها اطراف فرق مصريه. لكن احنا دلوقتي بصدد مناقشه ما حدث بالامس وما نجم عنه والمتوقع في العقوبات. زي الاستاذ احمد ابتدي بزمايلنا الاهلاويه الاول، الصحفيين في الاهلي، نعرف المعلومه عندهم اخبارها ايه. استاذ شوقي شوف يا ابراهيم، ترتيب الاحداث كده. المباراه الاولى اللي كانت في المغرب شهدت طبعا احداث مؤسفه، احداث مؤسفه مصوره صوت وصوره واحداث وتسجيل مراقب وكل حاجه. ماشي. النادي الاهلي زي ما انت عارف امتنع عن تقديم اي شكوى. طب اللي حصل امبارح كان يستوجب من فريق متاهل، الجيش الملكي المغربي فريق متاهل، ان هو يسارع بتقديم شكوى بهذا الشكل ويصعد الامور بهذا الشكل. انا اتصور انه الجيش الملكي المغربي عمل سابقه خطوه مرفوضه من وجهه نظر انا وسلبيه جدا في العلاقه ما بين الجيش الملكي والنادي الاهلي والعلاقه بين مصر والمغرب بدون اي مواربه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الجمهور النادي الاهلي اما القى زجاجات بهذه الكميات الرهيبه داخل الملعب، ده سلوك مرفوض تماما تماما ويكلف النادي الاهلي مخاطر كبيره جدا ماليه وعقوبات وتهديد للجمهور نفسه بالحرمان بعد كده. والمتضرر في النهايه هو تيشيرت النادي الاهلي. الاتحاد الافريقي لكره القدم، انت قلت جمله مهمه جدا جدا بقى ودي لازم فعلا احنا نستفيد فيها.
انا بشوف طول الوقت ان الاتحاد الافريقي لكره القدم دايما يتعامل بمكيالين طول الوقت. هو اتحاد غريب من نوعه. بالمناسبه انا غطيت الاتحاد الافريقي سنوات طويله يعني، ماشي، ونعرف كثير من الكواليس، لكن في السنوات الاخيره بيحصل بعض التصرفات انه الجانب المغربي على وجه الخصوص في بعض المباريات كنت رافع الجانب المغربي الامور بتدار بشكل في على الاقل شكوك. انا هنا بتكلم بمنتهى الوضوح يا ابراهيم، لان فعلا امام حادثه غريبه. النادي الاهلي وهو بيطلع البيان النهارده وبيستغرب موقف الجيش الملكي المغربي، ده استغراب في محله. يعني انا امتنعت كنادي اهلي ان انا اصعد الامور مع الجيش الملكي المغربي رغم ان الامور كانت قبل الاشتعال. بالمناسبه ما كانتش مجرد واقعه عاديه. لا، النادي الاهلي تغاضى على الامر واكتفى انه الماتش يعدى على خير واللعيبه رجعت بسلام الله. توقعاتك للعقوبات تبقى ايه؟ لا، هي مش توقعات بقدر ما هي معلومات او معلومات او تفسير لائحه. كويس، احسن زي ما انت شرحت امبارح. احسن معلومات، احسن تعبير، افضل. الفكره هنا المراقب المباراه الليبي او المراقب النيجيري اللي كانوا موجودين في المباراه اكيد سجلوا ملاحظات كتيره جدا. ماشي، كويس، لكن كلها في اطار القاء زجاجات، مناوشات بين الجمهور. هل تم القاء اي آلة حادة في الملعب؟ لا. هل حصل اشتباكات تسببت في ايذاء اي لعيب؟ لا. حد من الاجهزه الفنيه تضرر؟ لا. اذا كل ده بيؤكد انها رايحه في اتجاه غرامات ماليه. عظيم. طيب قبل ما اروح لخالد، استاذ احمد. طيب يمكن انا طبعا تصرف غير مقبول، وانا شايف الجماهير ضغط على لعيبه النادي الاهلي. يعني فرهده بالبلدي كده، فرهده اللعيبه، كل شويه الماتش يقف ورمي زجاجاته. لا، طب انت هو الماتش مهم؟ لا. على الصعود؟ لا. نهائي افريقيا؟ لا. ايه ده كله؟ ليه الافوره؟ يعني انا مش عايز اسمن اي سلوك مرفوض. صحيح. لكن النهارده يعني انا لما يطلع نجم زملكاوي النهارده يطلع يقول لك انتوا عايزين يومهم ورد. ايوه، انت الاهلي وانت مصر، حتى لو حد عمل معاك كده انت ما تعملش معاه كده. يعني انت بتتفخر ان لازم برافو ان انتوا رميتوا ازاز، ده ما ينفعش. ما ينفعش ده يبقى سلوك ان احنا نأيده. يعني الخاسر في الموضوع طبعا فرقه النادي الاهلي. يعني انا اعتقد ان الجمهور ضغط على الاهلي، ضغط على لعيبه الاهلي، مش ما كانش مساند ليه. سرعه بيان الكاف بالسرعه دي تقلق. انت بتسال على عقوبات، ده انت ولا استنيت مراقب ولا استنيت مش عارف ايه، واللي يفصص البيان ده انت بتبين، انت بتشاور ان احداث مؤسفه وبتطلب من لجنه الانضباط سرعه اتخاذ القرار. لا، ده انت الوضع كده يقلق. يعني انا اعتقد انه ممكن يزيد عن حكايه مجرد العقوبات. وبالنسبه للنادي الاهلي، لا، ما النادي الاهلي غلط انه ما اشتكاش. مش اشتكيش ليه؟ دي كوره. طبعا دي كوره. انت مستني ايه؟ ده سكينه معجون ومش سكينه معجون. انت مستني تشتكي في ايه؟ الكلام ده ما فيهوش هزار. انت كده، انت لما بتشتكي بتحمي النادي بتاعك، بتحمي فرقتك او الكلام ده. المجاملات ما تبقاش في حاجه زي كده اهو. انت بتتفرج. ما حسيتهاش مجامله بقدر ما انا حسيت ان النادي الاهلي عايز ياخد الزاويه الابعد شويه، اللي هو احس فيها انه بيشاور على اصلاح الملف بتاع الكره في افريقيا. حسيتها مسؤوليه نابعه من الحته دي اكتر من ان هو بيجامل. والله انا لكن انا بالنسبه لي انا شايف ان انت ما دام فرقتك تعرضت لا، اصل كان الماتش برضه على فكره الاحداث هناك كانت اكتر من هنا. كانت اكتر من هنا. فانت واكثر حده، يعني فيها حده. سكينه معجون يا بيه، سكينه معجون. فانت كده انت اللي فرطت في حق فرقتك. فانا الوضع كده في الاخر اعتقد ان الجمهور المفروض يعني ياخد باله من القصص دي. يعني انت بتضر فرقتك وبتدوس على فرقتك. وللامانه اللافت للنظر انه ما فيش حد من جمهور النادي الاهلي على الاقل اللي انا شفته على السوشيال ميديا او عيني وقعت عليه في السوشيال ميديا شايف ان ده كان تصرف صح. يعني مفيش حد شايف ان ده تصرف صح، وده في حد ذاته دي رقابه ذاتيه محترمه جدا جدا من الجماهير من نفسها على نفسها، بحيث ان ده ما يتكررش تاني. في الاول في الاخر وداخل الملعب كمان يا ابراهيم. المدار الاول والاخير انت اللي اتضريت، ما حدش تاني. يعني في قطاع كبير يا ابراهيم امبارح في المدرج من جمهور كبير كان رافض حتى التصرفات دي. طيب خالد. بدايه خلينا ناخد كلمه من بين النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بنفسه اعترف ان السلوك اللي حصل في المباراه من الجماهير هو كان سلوك مرفوض، وسلوك لا لا يزكيه النادي الاهلي، لا تزكيه اداره النادي الاهلي، ولكن واحنا برضه بنرفضه. نحط ده بقى على جنب، خلاص احنا اعلنا ان احنا بنرفض الكلام ده. لو اتكلمنا في لوائح وقوانين، اكتر واحد متضرر من اللي حصل امبارح، ولو مشيناها صح وقدرنا الموضوع قانونا صح داخل الاتحاد الافريقي، اكتر واحد متضرر من اللي حصل في الملعب هو جمهور الجيش الملكي المغربي، مش جمهور النادي الاهلي. ليه؟ باللوائح وبالقوانين. انا بحب اتكلم باللوائح مش بالدماغ كده. اولا جمهور النادي الجيش الملكي المغربي
هو اللي ثبت في شريط المباراه، هو اللي بدا بمحاوله اقتحام المدرجات. ده اللي ثابت. اول يعني النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما رماش الازاز في الاول. اللي حصل في الاول ان جمهور نادي الجيش الملكي المغربي حاول اقتحام المدرجات ومثبت بفيديوهات، وحاول كمان اقتحام المقصوره. ده في عرف الكاف ان ده فعل للمره الثالثه بيحصل من جمهور الجيش الملكي المغربي. ماشي. اول مره تم تغريمه وبعد كده تم ايقافه مباراتين، ده المره الثالثه. لو نبص للائحه، اللائحه بتقول ان لو انت جمهورك سواء بره الملعب او بره ملعبك او جوه ملعبك بتعاقب في حاله التكرار. فدي المره الثالثه، وده اللي بيرتكز اليه النادي الاهلي النهارده في شكواه. ان جمهور الجيش الملكي المغربي المفروض بشكوى شكوى طبعا ارسل شكوى ملف كامل مرفق فيه محاوله اقتحام جمهور الجيش الملكي المغربي بالتوقيتات من توقيت المباراه من شريط المباراه، واثبت ان اللي بدا من جمهور او من الاعتداء من الجمهور هو جمهور الجيش الملكي. وهو ما اوضحه النادي في الاهلي في بيان والناس ما كانتش فاهمه منه، ان النادي الاهلي قال ان اللي حصل في المغرب هناك واللي حصل من الجمهور المغربي هنا كان ردة فعله من جمهور النادي الاهلي انه يحدث الازايز دي، على الرغم برضه في بيانه قال ان انا ارفض ولكن اللي حصل منكم ده كان رد فعل. فبالتالي لو احنا مشيناها ككاف صح، القانون واللوائح بيقول ان المفروض ان اللي يعاقب عقوبات اشد هو جمهور الجيش الملكي مش جمهور النادي الاهلي، لان وفقا للوائح هو المره الاولى للنادي الاهلي، وهنا عقوبه النادي الاهلي لا تتخطى 10,000 دولار او 20,000 دولار بالكثير وفقا للائحه. السرعه بقى اللي حصلت من الاتحاد الافريقي لكره القدم ده بيبين قد ايه ان الموضوع كان معد. الموضوع لسه اللعيبه عرقها ما نشفش يا ابراهيم وهي خارجه من الملعب تيجي تقول انا بعت شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم. وطبعا الناس اللي بتصور والناس اللي من بدري والناس جاهزه بكاميراتها وجاهزه بكل حاجه. الشكوى اللي بعتها الجيش الملكي طبعا، يعني حتى النادي الاهلي وفقا لمسؤولياته تريث وقعد وشاف الشكوى. انت رصدك للموضوع بتحليلك بتوصيفك بقرايتك للوائح بما وصلت اليه رد فعل اللي حصل في المغرب واللي حصل هنا انه العقوبه ومش عايز حد يتطوع انه يركبنا حق اكتر او عقوبات اكتر من اللي موجوده في اللائحه. فكره انك كاتحاد افريقي تطلع لي بعد 12 ساعه من الواقعه وتقول ان انا بشجب وبدين وبكل عبارات اللي مش عارف مين ومش عارف مين وبقوله وبعيد وبتاع، ان انا بقول لك لا طب وبعدين كنت فين انت لما عدت 3 ايام على سكينه المعجون لما نزلت على محاولات ارهاب جماهيري للعيبه في الملعب فعلا. لعيبه تاثرت. فنرجع نقول اصل النادي الاهلي ما اشتكاش. ماشي النادي الاهلي ما اشتكاش، غلط انه كبر الناس حواليه، ولكن لما انا اكبرك وعلى فكره لما بذكر الكلام في بياني ان انا بكبرك ده بحطك في حجمك الحقيقي. صحيح. طيب عبد الباسط بص الموضوع ده يعني هاخده من منظور مختلف شويه، انه الجماهير اخطات والقله اللي عملت كده هي اخطات فعلا اخطات. البيانات متباينه ومختلفه بين النادي الاهلي وبين الجيش الملكي، ما كانش متوقع ان ده يكون رد الفعل، لانه الاهلي اكد انه حفاظا على العلاقات فوضح ده وشرحه للكاف. ولكن ايه اللي حصل في المباراه الاولى من الجيش الملكي؟ حصل انه الجيش الملكي خد عقوبه 100,000 دولار امريكي، ال 100,000 دولار بجانب مباراتين بدون جمهور. هذه كانت العقوبه الثانيه بعد التنبيه والتحذير من الموسم الماضي في دور ربع النهائي بين الجيش الملكي وبيراميدز. حصل نفس اعمال الشغب، تم فرض غرامه ماليه وايقاف مباراه بدون جمهور، ولكن مع ايقاف تنفيذ العقوبه لمده عام. العام اللي احنا لسه شغالين فيه، يعني ما عداش السنه الميلاديه كامله. فاصبح انه نادي الجيش الملكي لما وقع عليه العقوبات وقع عليه 100,000 دولار، 20,000 لاستخدام الليزر، 15,000 لإلقاء الزجاجات، والاثنين بينطبقوا على النادي الأهلي، فدول 35,000 دولار، 15,000 لإلقاء الكرات داخل الملعب في ماتش الجيش الأولاني، بجانب 50,000 لاستخدام سلاح خطير وهو الحديد الذي يؤدي إلى ترويع اللاعبين وتهديد حياتهم للخطر. فتم توقيع عقوبة 50,000 دولار في هذا الأمر. عقوبات الجيش الملكي جاءت بناء على كل الأحداث القديمة. اما ان النادي الاهلي دي هي المره الاولى، النادي الاهلي سارع ان هو بعت، والمعلومه اللي عندي انه طبقا للماده 32 وطبقا لتقرير مراقب المباراه وتقرير الحكم وارد كمان يبقى في عقوبات على الجيش الملكي. ده لازم لو اتكتب من تقرير مراقب المباراه، الحكم ملوش علاقه باللي بره المستطيل الاخضر.
لو اتكتب وارد يبقى في عقوبات على الجيش الملكي. الاهلي بادر وسارع بان هو يعمل ده يحافظ على حقه لانه قلقان انه يتم حرمان جمهوره، لكن المعلومه اللي عندي انه العقوبات المتوقعه طبقا للائحه وطبقا للعقوبات التي وقعت على الجيش الملكي قبل كده هي 35,000 دولار. اقول لك على مفاجاه يا ابراهيم، النادي الاهلي ما كانش هيطلع بيان ولا شكوى ولا كل الكلام ده لحد ما الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده اعلن القصه اللي عملها دي. يعني النادي الاهلي كان النادي الاهلي كان معدي الموضوع وشويه تهور من لولا الشكوى اللي حصلت من الجيش الملكي ولولا تحرك الاتحاد الافريقي بهذه السرعه ما كانش النادي الاهلي اللي هيبعت كل ده ولا في الملف بتاع العقوبات ده عشان عايز اخش بقى في الاخبار والتفاصيل في الديتيلز بقى. نقطه بسيطه. المشهد بتاع جمهور الجيش الملكي اللي خالد قال اتكلم عليه، هم تدافع على جمهور المقصوره والدرجه الاولى لان المصري تعامل معاه تعامل قانوني. المشهد بالظبط مراقب المباراه تحرك ناحيه المدرج ووقف قدام المدرج بالظبط وكان بيدون في الورق بتاعه اللي بيحصل قدامه ومتصور. احنا دلوقتي امام واقعه حقيقيه المراقب سجلها وكان واقف قدامها بالظبط. يعني لو يذكر في عمرو رجب الله، خليني اروح لك في الزمالك انت والاستاذ شوقي واسالك سؤال واضح وصريح. بعد الحاله اللي بتحصل في الزمالك ديت من مكاسب وتصدر للمجموعه، هل هناك انفراجه ما في الناحيه الماديه ولا لا؟ طبعا في انفراجه في الناحيه الماديه على الاقل حتى بعد التاهل من الكونفدراليه. الزمالك هيوصل له من اللي ما يقلش عن 500,000 دولار من الكونفدراليه، بس بعيد عن المكافاه دي اللي لسه ممكن الزمالك يتكلم عليها في شهر مارس اللي جاي. الزمالك هيوصل له الاسبوع ده فلوس صفقه دونجا هيدفع منها جزء من عقود اللعيبه. في مكافآت النهارده تم ايداعها للعيبه بعد التأهل لدور الثمانية، وفي مكافآت فورية حتى لو حجمها مش كبير بس بيتم ايداعها بانتظام بعد المباريات. يعني المكافآت يا كابتن ابراهيم في الزمالك يمكن مش بالحجم ال 50,000 ولا ال 100,000 ولا ال 200,000، والله بتبقى اقل من كده في اوقات كتير، بس بتبقى قيمتها ان هي في النهايه بعد المباراه مباشره، فبتكون حاجه كويسه. الروح في المعسكر حتى ماشيه بشكل كويس. المعسكر ده كان مهم جدا للفريق. بعد المباراه الماضيه كان في عزومه سمك حلوه كده وقعده كويسه ما بين الدنيا زبادي خلاص. الدنيا المكسب جدا. المكسب بيريح الاعصاب ويخلي الناس مبسوطه. لعبت هتحسد عندنا هتحسد لعبت عندنا ماتش بكره. بس في حاجات بقى بنشوفها حاجات بتتقال يعني. ايوه وعندنا شويه مشاكل عايزين نقولها عشان التعاطف كده. يعني حبايبي مش عايزين صدقنا الفرحه تدخل يعني يا جماعه ما صدقنا خايفين يفرحوا بقول لك عندنا ماتش بكره ما صدقنا الفرحه تدخل تكسبها شويه. ده شويه مشاكل. قال له ما توسعهاش قوي طالما احنا ماشيين تمام. في حاجات بقى بنشوفها في الفتره الاخيره عايز اقف عندها وعايز انفيها وبتتصدر بشكل كبير جدا. هيغزي العين اهو. اولها العروض، وحصل كلام في الساعات الاخيره على الرقم شيكابالا اللي هو محبوب. اولا رقم شيكابالا ما تمش التفكير اصلا ان حد ياخده ولا في تفكير. رقم شيكابالا تيشيرت ماشي اللي هو رقم 10 ماشي. مفيش تفكير ان حد ياخده. ده اتعمل من المدير الرياضي لنادي الزمالك بالتنسيق مع مجلس الاداره تقديرا لمسيره وعطاء شيكابالا مع نادي الزمالك. عظيم. مش هنيجي في نص الموسم واللائحه ما بتسمحش اصلا ان حد هيغير التيشيرت بتاعه. حد هيفكر، ولو حد بيفكر فالكلام ده مش هيحصل، لان ده قرار ليه تقدير لشيكابالا نفسها داخل نادي الزمالك. عظيم. فالطرح نفسه مش موجود. عظيم. قال برضو معلش انا اسف. هو كمان استكمالا لعمرو، القرار ده اعلن رسميا في بيان رسمي صادر من اداره نادي الزمالك بحجب الرقم، وانت ما كان كابتن شيكابالا كان معاك انت قريته على الهواء. اتفضل. اتقال برضو يا كابتن ابراهيم في عروض لشكوبانزا من ليبيا وعروض اللي مش عارف في الساعات اللي احنا فيها بقى حصل حاجه جديده، نوعيه اخبار جديده ان في عروض لحسام عبد المجيد 3 مليون دولار من التعاون السعودي وحاجات شبه كده. وفي فتره الانتقالات الصيفيه الكلام ده كله ما حصلش، ولا جه عروض لشكوبانزا من ليبيا ولا جه عروض لحسام عبد المجيد، ولا الزمالك هيفكر في الوقت الحالي في اي عروض. شيكوبانزا يعني من اللعيبه المرشحه انها تخرج في الصيف، ده مؤكد، وبناء على مستواه هيتم تقييمه وتسويقه. ولكن في الوقت الحالي كل لعيب موجود داخل الزمالك سواء هو بيضيف في الوقت الحالي او ممكن يضيف بعد شويه، في الاخر الفرقه اتقفل عليها، مفيش حد هيخرج ومفيش حد هيدخل دلوقتي. اروح بقى لشوقي. عايز اقول لك بس اللي جاله حاجه صغيره. اللي جاله عروض في ميركاتو في انتقالات يناير وما خرجش
هو عدي الدباغ. ده اللعيب الوحيد اللي فعلا وصله عروض وما خرجش. جاله ايه؟ جاله لا جاله، انا ممكن اقول لك الرقم المالي ما كانش رقم كبير، $600,000. عدي جايب 300 فجاله 600. عدي مش هيرحل من الزمالك بالارقام دي، فتم تاجيل اي تفكير بخصوصه في الصيف. قصه عواد وصلت لفين؟ هل لازال رافض فكره الخضوع للتحقيقات ولا حصل انفراجه فيها؟ برضه انت حصرني في المشاكل. ايوه، ما بيقول الزبادي في الخلاط وانا ما هو بيقول اللي حاجه حلوه، فانت قلت انا خايف نتحسد. والله قلت اجي لك في واحده تداري الحلويات شويه. نحاول نلمها شويه، نحاول نلم الدنيا. بس انا سامع ان موضوع عواد بيتحل. يعني عواد الموضوع ليه حاجتين. اول حاجه احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات، انه اداره الكره في نادي الزمالك قالت اللاعب مش هيقدر يرجع للتدريبات من غير الخضوع للتحقيق. في الاول عواد كان رافض الخضوع للتحقيق، دي معلومه مؤكده 100%. اللاعب بلغ اداره نادي الزمالك وبلغ اداره الكره ان هو هيحقق معاه وانه موافق الامتثال للتحقيق. ده ليه شقين. اول حاجه معلومه انه حصل كلام بينه وبين كابتن حسين لبيب تحديدا يوم الجمعه اللي فاتت. كابتن حسين لبيب هو زي ما بقول لك اللعيب حابب يروح، فقال له لا بص، هو في سيستم، في نظام، انت اخطات، احنا كلنا بنحبك ونقدرك وشايلين لك ان انت من اللعيبه اللي حتى ما جيت تجدد ما طلبتش فلوس كتير، ولكن انت اخطات. فبناء عليه ما ينفعش ان انا مثلا اتدخل باعتبار انا رئيس نادي الزمالك وان انا اتكلم مع اداره الكره انك ترجع. قبل اي حاجه لازم تخضع للتحقيق. وبناء عليه هو اللاعب يوم السبت في المباراه بتاعه كايزر تشيفز وسند الفرقه، وكان بعد فتره من الغياب وعدم الوجود، وبناء عليه هو بلغهم النهارده رسمي ان هو يمتثل التحقيق. معلومه ان التحقيق يوم الاحد الجاي. طيب الزبادي خلاص برضه ما حلوه اهي، بس ممكن ما يروحش. طب لا ده هيروح. لا انت اللي مصر تقفلها وحش. هيروح هعمل ايه؟ هو بس الراجل رايح مصر يقفلها وحش. صعبان عليك يا ابني الفرحه. لا حول ولا قوه، الراجل جرى له حاجه، جرى له حاجه يا عين شوقي. رهيمه. ما انت لا انت انا بقالي كتير قوي محصور في ادوار الشر، ما ينفعش ده. عارف ده مشهور وسط اصحابنا بايه؟ قال لك الزمالك يعني خلاص بيوصل للمرحله من الاستقرار الكبيره جدا. قال لك هتلاقي شوقي مع ابراهيم فايق بالليل بيقول لك بينفي الكلام ده كله، بيقول لك النادي هيقفل وعلينا ديون والدنيا خربانه. لا الدنيا استكمالا برضه للموضوع الخاص بعمرو، الجزء الخاص بالمستحقات ان شاء الله في شهرين هيتصرفوا للعيبه ان شاء الله باذن الله. حلوه حلوه يا ابني العسل يحسد كده. انا لك ايه بقى؟ ان انا شكلي وحش قوي وسطكم، فقلت اعمل حاجه. في شهرين طالعين يعني. في شهرين طالعين للعيبه. انا برضه يعني زي ما بقول لك بيزق الدنيا كده كده، المكافآت بتنزل فوري، فدي حاجه كويسه. بس ان شاء الله يعني بكره هو كل التركيز لمباراه بكره قدام سيراميكا، دي مباراه مهمه. في اللعيبه هتقابله بكره في الملعب تقول له فين الشهرين اللي انت قلت عليهم بالليل. يا رب دايما من حسن الى احسن والامور تبقى ماشيه بشكل كويس. فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل كلام. طيب استاذ احمد، خليني اسالك، شايف الاجواء ازاي بعد جوه نادي الزمالك بعد التاهل في الكونفدراليه وبعد نسبيا ما الامور ما هدت شويه؟ بص يا باشا، الكوره حاجه ثانيه في الزمالك او الاهلي طبعا. يعني انت تكسب يبلع لك الزلط، الجمهور والاعضاء يبلع لك الزلط، واي حاجه تمشي وانت كويس وما فيش مشاكل وننسى اللي فات. طول ما الكوره بتكسب ما فيش مشاكل، والمجلس عارف كده كويس. يعني هم المجلس اصلا معظمهم هاندبول او كام، بس عارفين كده كويس ان الكوره هي السر في الزمالك. فعشان كده وانا قلت لك معاك، قلت لك ايه، الزمالك لو كسب سموحه هيكسب كايزر تشيفز، وممكن بقى تشوف يعمل مع سموحه. المكسب بيجيب مكسب. فهي الانتصارات فرقه الكوره عامله حاله جوه نادي الزمالك. فتحت نفس مجلس اداره تاني، بدا يدور تاني في دفاتر في قصه الارض، يشوفها من اول وجديد تاني. الارض القديمه مش جديده، القديمه فيها محاولات تانية. الناس تقول لك الامر مقفوله مش مقفول، بس هم لغايه دلوقتي بيحاولوا فيها تاني او هيحاولوا فيها تاني. الممر بتاع الملك فاروق ده اعتقد ان ده ممكن يجيب مناخير كويسه قوي قوي للنادي. احساسي كده ان شيء ما سيحدث. ايجابي طبعا. ده شيء كويس. انا يعني شايف حاله تفاؤل يعني بالايقاف فك الايقافات وفي كل حاجه. يعني واضح ان في اهتمام وفي فلوس جايه. انا تفاصيل الفلوس منين مش عارف، بس في فلوس جايه، في فلوس. فرقه الكوره زي ما قلت لك، هو اتقال ضمنيا للكابتن معتمد ان انت خلاص مكمل، ما اتقالش رسمي. بس طبعا خلاص يعني يستحق. يستحق يعني. لكن في اجهاد، يمكن انا تواصلت النهارده، في اجهاد غير عادي للعيبه. اجهاد غير عادي للعيبه، حتى اللعيبه الصغيره ما فيش حد قادر يتحرك النهارده في التمرين. فماتش بكره للزمالك وسيراميكا صعب جدا. فرقه بقت فرقه كبيره متصدره الدوري. الزمالك بيلعب على طول مريحين. فكذا سبب يخلي ان
ان لا ان الماتش صعب الزمالك جداً. برضه عنده ماتش تاني، يعني عنده بعد الماتش ده عنده ماتش الحرس، وبعد الحرس عنده ماتش تاني. ما هو سيراميكا بعد بطوله، هي ده ماتش بطوله مش يعني ماتش بطوله. فهو مشكله الكابتن معتمد في الاجهاد، حتى اللعيبه الصغيره مش قادره في التمرين. صحيح. طيب عبد الباسط، خلينا نروح معاك للمنتخب. اسالك على الجزئيه بتاعه حراسه المرمى في منتخب مصر، بتشوفها ازاي في ضوء ما يحدث في النادي الاهلي، انه في بطوله افريقيا بيلعب مصطفى شوبير، في بطوله الدوري بيلعب محمد الشناوي. التدوير ده ممكن يبقى له تاثير على اختيارات كابتن حسام حسن قدام في كاس العالم ولا لا؟ طيب ده سؤال حلو جدا. انه فكره حراسه المرمى في المنتخب، كابتن حسام بيحب في هذه المنطقه اهل الثقه جدا، يعني هو ميال لاهل الثقه دايما. كان بياخد مصطفى شوبير وهو ما بيلعبش، بس انا بالنسبه لي بصنع حارس تاني، وكان عنده بعد نظر في ده. بعد كده مصطفى شوبير مع النادي الاهلي بيثبت ان هو ينفع يبقى حارس اول. هل هي هتاثر؟ لا مش هتاثر. يعني لو كاس العالم بكره، اللي هيكون الحارس الاساسي منتخب مصر هو محمد الشناوي، واللي هيكون الحارس الثاني هو مصطفى شوبير. قناعات كابتن حسام دايما او كابتن سعفان الصغير وهو معاه بتدور فيما بعد الاثنين، ما بيقربش من الاثنين دول بالذات. هم بالنسبه له ده الاول وده الثاني، وعنده الشناوي ثاني لو كاس العالم بكره او المعسكر اللي هيتلعب في مارس اللي هنلعب فيه ماتشين. بس الفرضيه دي هل ممكن تتغير ولا لا اذا استمر مثلا، او اذا حصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل اذا استمر مصطفى شوبير حارس اساسي. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، لان دي بتاعت ربنا وحده، يعني انك تبقى عارف مين فيهم. ربنا يحفظ الاثنين ان شاء الله باذن الله، ما يحصلش الواحد فيهم اصابه، ما يحصلش اي حاجه. الواحد ما يتمناش للاثنين غير كل خير. اذا مصطفى كمل، اذا الشناوي هو اللي كمل، ما هو ده ما ياثرش؟ مش هياثر لسبب. اذا الشناوي كمل ما ياثرش، الشناوي كمل. لكن اذا مصطفى كمل. طيب اذا الشناوي كمل من هنا لحد كمل، ده كمل لوحده، يعني كمل لوحده بقى بيلعب افريقيا وبيلعب دوري. لو انا بفترض الفرضيتين. تمام. لو الشناوي هو اللي مكمل، فده الوضع الطبيعي القديم، مصطفى والشناوي زي ما هم مع منتخب مصر. ماشي. فرضيه ان مصطفى الشوبير هو اللي يبقى الحارس الاساسي دايما، سواء دوري او افريقيا. في الحاله دي بقى هل بتقول ايه؟ بتهز دماغك ايه؟ مش هيبقى في الاهلي استقرار على حارس واحد بس ده فرضيه. ما لا، ما انا بقول مش هيبقى يعني. لا هو مصطفى شوبير هياخد حتى الان مصطفى شوبير هياخد المشاركات الاكبر، ولكن مع الحفاظ على نسبه معينه لمشاركه الشناوي. ماشي. ودي برضه معلومه تتحط في الحسبان. مصطفى شوبير المشاركات الاكبر، لكن يظل عند كابتن حسام حسن. هو انا بقول لك لو كاس العالم بكره محمد الشناوي هو الحارس. المدى اللي جاي احنا لسه قدامنا 4 شهور او 5 شهور، فحسب اللي يقف بقى اكتر، حسب اللي هيقف هتبان يعني بشكل اكبر. معسكر الامارات في شهر 3، مين الحارس اللي يقف الماتشين اللي هنلعبها؟ عظيم. شوقي محمود، خليني اسالك في جزئيه ليها علاقه اكتر بمساله كاموش. الناس بتقول ايه جوه النادي الاهلي؟ رصداه ازاي؟ مقيماه ازاي؟ هياخد فرص تاني ولا خلاص عليه كفايه كده فرص؟ خليني افهم منك واعرف منك معلومه. هو اصبح حديث الساعه طبعا، لكن الانطباع داخل النادي الاهلي، انا بتكلم عن انطباع مسؤولين وناس ايديها في اللعبه، يعني في قطاع الكوره في النادي الاهلي، في حاله صدمه داخل النادي الاهلي من مستوى كاموش. حاله صدمه مش على المستوى الجماهيري، لا على المستوى حتى الاداري. الناس شايفه ان المستوى صادم، مش ده الفرود اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يقدر يخلص من نص فرصه، وانه يقدر يقود حتى يبقى محطه جيده في خط الهجوم، انه يكون مؤثر في افريقيا وفي الدوري المحلي. انت جايبه في انتقالات يناير، فلازم يكون مؤثر اكتر من كده بكتير. الناس في النادي الاهلي شايفه ان ده مش موجود، لكن على مستوى الجهاز الفني ويستر والمدير الفني، لا، شايف انه اللاعب لازم ياخد فرص، وقعد معاه اكتر من مره. تقريبا كاموش هو اكتر لعيب طرب قعد معاه، وده شيء يحسب للمدرب بالمناسبه، انه شايف ان لسه لعيب وافد جديد جاي، مش ما يعرفش حد في الفرقه، ما فيش علاقه مع اي لاعب تقريبا يعني. فبيحاول ان هو يديله الثقه بشكل خطوط هو قوي برضه يعني جدا. هو خضه واضحه يعني، خضه واضحه جدا على شكل كاموش تصرفاته. الكوره بتاعت الراس بتاعت امبارح دي خضه يعني. وتبين تكشف حاجات كتير جدا جدا في كاموش، لكن لا يزال الجهاز الفني متماسك بفرصه. كل ماتش بيضيع، كل ماتش بيضيع كوره ما تضيعش. وكوره سهله، وكمان خضه يعني. بس بمناسبه الافارقه هيفوق منها ازاي بمناسبه الافارقه او الاجانب قصدي اللي بيجوا الانديه، كابتن حسام كان طلب من اتحاد الكوره انه يبقى في يعني يقلل عدد المحترفين. 3 يبقوا 3. اتحاد الكوره بيفكر
يبلغ رابطه الانديه عشان رابطه الانديه تقعد مع الانديه، لانه في نادي يقول لك انا جايب لو عندي الخمسه لعيبه افرض لعيب معايا 3 سنين، ماشي. ازاي السنه الجايه تخليني اعمل هذا الامر؟ الموضوع ده هيعمل شويه ازمه، لان هو فعلا الاتحاد عنده ان يقلل العدد، جوده اللعيبه اللي موجوده في المنتخب ماليش علاقه بالحته بقى الفنيه انه كثره اللعيبه بتقوي المنافسه بتعمل الدوري، ماشي. لكن هو الراجل كابتن حسام بيقول لهم انا مش لاقي مهاجمين مش لاقي لعيبه في معظم الاماكن، فبالتالي عايزين نقلل العدد. اقول بس حاجه في كاموش، انه في كلام كتير جدا عن تفاصيل كاموش. هو بس المعلومه اللي عندي الكلام اللي بيتقال انه لو جاب 15 جول يفعل الاهلي عقد الشراء. ماشي. المعلومه اللي عندي غير كده، ايه بقى؟ انها 10 تجوان بس. مش هجيبهم يا سيدي جيبهم. 15 جول. ما تقلقش ما تقلقش طمن يا محمود طمن. هو الناس النادي الاهلي نفسهم طبعا نجيب ال10 و15 و20 بس بصراحه شديده يعني الانطباع انطباع سلبي جدا داخل النادي. طيب خلينا نروح للاستاذ خالد الاتريبي. يا استاذ خالد، احنا كنا بنتكلم على تحديدا يسترب. هل هناك توافق على يسترب داخل النادي الاهلي ام ما زال مساله انك تحكم حكم قيم على الراجل نهائي بات قاطع؟ ده مش امبارح كنت عملت استفتاء حتى للناس بالمناسبه، مفيش حد قادر يحط ايده قوي على هل الراجل ده جامد جدا ولا هل الراجل ده متوسط ولا هل الراجل ده ما ينفعش خالص. هو مدي لك اشارات مختلفه، يعني احيانا يبان جامد جدا، احيانا يبان عادي جدا، احيانا يبان لا اقل من العادي. خليني اسالك جوه النادي الاهلي شايفين ازاي؟ اكلمك كمعلومه الاول يلا، وبعد كده اقول لك وجهه نظري في الموضوع. كمعلومه داخل النادي الاهلي تتكلم مع الناس يقول لك الراجل كل الظروف اللي جه فيها معظمها مش طبيعيه. ماشي. بمعنى انه اخذ فرقه ما عملتش فتره اعداد كويسه، فرقه مش واقفه على رجلها، منهاره بدنيا بسبب المرحله اللي كان فيها اللي جاي فيها بعد ريبيرو، في الاوقات اللي كان انت محتاج فيها كبطولات او ضغط كان بيبقى موجود زي ما حصل، ولما كان اتيحت ليك الفرصه انك تلعب مباريات قويه، لعبت مباريات قويه قدام نادي الزمالك واخدت بطوله. هم شايفين ان في المرحله دي اللي كان شايل الفرقه هجوميا في المرحله اللي فاتت كان تريزيجيه وزيزو وامام عاشور. قال لك المرحله دي تحديدا هي المرحله اللي وقع منك فيها الثلاثه، فانت قدرت انك في الوقت ده تعدي باقل الخسائر كويس، خاصه وانت بتتكلم عن تريزيجيه. احنا بنتكلم على تريزيجيه مثلا كارقام في 4 جولات مش في 6، بتتكلم في 6 مساهمات اهداف، منهم 4 اهداف تقريبا هو سجلهم في دور المجموعات. فقدر انه لعيب زي جوكر زي محمود حسن تريزيجيه انه يعدي القصه اللي احنا فيها، وشايفين انه لو المرحله المضغوطه دي عدت واستعاد اللعيبه بتاعته بشكل كامل هو هيقدر يأدي ويقدر يظهر بالشكل المناسب. هل الناس فكرت فيما بعد؟ هل الناس فكرت في انه لو تدهورت النتائج مصيره ايه؟ ما حصلش اي حاجه داخل النادي الاهلي، انا ما بفكرش بالشكل ده. ولكن خلاص بقى احنا اتكلمنا في النادي الاهلي ان هو شايف ان هو شايف ان المرحله ماشي هتعدي، وان احنا قبل كده مرينا مع كولر بنفس المنحنى، وبعد كده بعد دور المجموعات عدينا وخدنا البطوله، فهم متفائلين انك لما تلم الدنيا شويه هيرجع وانت معدي متصدر، انت لسه حظوظك. طيب قول لي ولكن ايه؟ ولكن لا، في يعني مثلا محمود قال حاجه دلوقتي، قال اكتر حد بيقعد معاه يسترب هو كان كاموش وبيدعمه نفسيا ومعنويا. دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ مش، ما في ناس ثانيه برضه موجوده في الفرقه. اكيد حاجه وحشه، ما هو مردود سلبي. ما هو زي ما انت بتتعامل مع كاموش، في كلام برضه على يوسف بالعمري. يوسف بالعمري كنفسيا ومعنويا، حتى كلام الراجل اللي عليه في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الجيش الملكي ما كانش المردود كويس. كلام ما كانش كويس، لان الناس بتتكلم معاه وتقول له اصل كوكا كان بالعمري كان افضل من كوكا، فرد عليهم قالوا انتوا شايفين كده. ففكره انك بتدعم اجنبي يا خالد ما تقعدش تلف وتدور وتطلع الدائري وتقوم مرجعني على المحور، عايز تقول ان هو كاموش هو مسؤول عنه عشان هو موافق عليه فجابه فبيدعمه، وبالعمري لا ما بيش واقف جنبه علشان خاطر. لا عايز اقول ان هو الراجل لا ما بكمل اهو. عايز اقول ان الراجل شايف ان الصفقات اللي جت في يناير مركز معايا تقول يا خالد يلا. الصفقات اللي جت في يناير اللي جايه عن طريق 80% اداره و20% راي فني، هو الراجل مصمم انه يكمل بالشكل ده، ومش هيحتاج للصفقات الا اذا الاساسيين اللي معاه وقعوا.
هو مكمل كده. طب اسالك سؤال بس تعرف بس تجاوبني. هل هي داخله في قصه عند ولا هو ما وصلش العند؟ ها قول يا خالد. تحليل الشخصي هو واضح انه عنيد. ها يسترب. اديني اجابه عنيد ولا قاطعه. عنيد؟ عند ولا ده انا هقول لك اجابه في 3 كلمات، انت عايز يلا. اكتر من كده ايه؟ ايوه قول. اخر واحد يكون عنيد. لا انا عندي تباين هنا في الاراء اهو. بقول لك رايي. انا عندي انت شايفه في تباين. الملعب كده ايه؟ انا عندي يعني اصراره على ان احمد نبيل كوكا يبقى لا ده نقطه بتاعت بالعمري وكوكا دي شرحناها قبل كده كتير. ليش؟ تمام؟ ليه؟ هو الراجل واتكلم مع الجهاز الفني على فكره في الكلام ده في احدى طيب المحاضرات. كويس. انا هنا معناه ان انا عندي رايين مختلفين، قرايه وتحليل مشهد مختلفين. كل واحد ده في حد بيحلل ذاته رأيه. كويس، ده في حد ذاته بالظبط. كويس. انا مبسوط ان انا عندي رايين مختلفين، الناس برضو تبقى عندها تكون انطباعها برايها او وفقا من اللي بيوصل لها المعلومات. خلي بالك وانا بقول كده انا اصلا متحفظ على القرار بتاع كوكا. خلي بالك يعني ايه متحفظ على القرار بتاعكم؟ يعني انا شايف ان كوكا معلش انا اسف يعني بلاش اخر كده يا واحد جماعة. يلعب في الباك ليفت. ها؟ انا شايف ان كوكا اخر واحد يلعب في الباك طب ليفت. بيلعب ليه؟ يعني بقول لك انا رايي الشخصي كمحمود ايوه ماشي. يعني بالعمري هو اللي يلعب. ما هو عشان هو في فرق ما بين رايي عشان هو الشخصي. مقتنع بكوكا. مقتنع ايوه بكوكا. في فرق ما بين رايي الشخصي انا وان الراجل بيقول ايه للجهاز الفني. بيقول ان انا بالعمري ما بدأوش الماتشات لان انا عايز مهام دفاعيه في الاول. طيب. فبيلعب كوكا. نروح للاستاذ عمرو جاب الله. الدنيا انت مبسوط قوي بقى يعني. بص انا عايز خالد يقول. انا قاعد جنب خالد ليه؟ بقول له قول يا خالد. أنا عارف. الراجل اراءه بالنسبه لي مهمه فعايز اسمعها والله. طيب. بص يا باشا احنا جينا في بتقعد فتره انت تنكش في خالد وبعدين خالد لو قام القومه بسفلتك. يعني بلاش كلمه يسفلتك. بلاش كلمه يسفلتك دي. مين ده اللي اتسفلت؟ ده جه من سنه قال لك اكرم توفيق مجدد في الاهلي قلت له في الشمال. ثانيه واحده مش عايز تركبه له من ساعتها. خلاص حذفناها من المنبطه. احنا ما بنستخدمش المصطلحات ديت يا خالد بعد اذنك. يعني يقصد ان هو لما لا ما يقصدش. نخش على اللي بعده. اديني اللي خلاص حذفها لكنها مش موجوده، اتقصت من المونتاج. يلا صح كده. مش تنزل في الهوا خلاص. مش تنزل في الهوا. والله هو خالد يلا يا عم حالته صعبانه عليا. يلا. دونجا ما اتكلمناش وقت رحيله يلا. في جزئيه مهمه وممكن تكون انفراد يعني وما اتقالش قبل كده. دونجا كان عنده رغبه حقيقيه بيخوض تجربه جديده والانتقال للدوري السعودي. ماشي. دونجا محتاج ياخد شويه خطوات جديده في حياته وشايف ان العرض كان مثالي بالنسبه له كلاعب. الزمالك في نفس الوقت وجد ضلته ان هو كان محتاج يسير الامور ويبقى عنده انتعاشه ماليه من دونجا. ولكن في حاجه تحسب لدونجا لازم تتقال ان دونجا وهو خارج من نادي الزمالك تنازل لنادي الزمالك عن 14 مليون جنيه. ده رقم بجد حقيقي؟ ده رقم بجد حقيقي. فدي حاجه تحسب. طب ده عنوان مهم جدا عشان جمهور الزمالك حقه علينا نبقى عارف. نزل عن 14 مليون جنيه. وهو خارج 12 ونص. 14. حد قال لي من شويه 12 ونص. 12 ونص. كان في غرامه لو تفتكر. عدى ال 10. كان في غرامه لو تفتكر ثانيه واحده معينه المفروض ترجع له. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده انتوا بتصعبوها علينا قوي كده. ليه بتتعاملوا مع الملايين على ان هي عاديه يعني؟ جنيه ونص. بيقولوا لا مش للدرجه. بيقولوا 14 مليون واستاذ احمد الخضري قال له 12 ونص مليون يعني. كان في غرامه يا ريس بس اللي هي كانت المفروض ترجع فرجعت فكان المفروض ياخدها فما خدهاش. التوتال 14. عايز تقول حاجه ثانيه عشان نروح لشوق يا ابو الشوق؟ يعلم. هل في جديد في موضوع من جانب الزمالك في موضوع مطالبه زيزو بالمستحقات المتاخره لدى اتحاد الكره؟ يمكن احمد كان قال خبر مهم الاسبوع اللي فات. تتبسط اول ما جيب سيرتك. والله بيتبسط. عمل كده. ايوه ومعادل نفسه كده في والله العظيم رهيب. كان احمد قال خبر مهم. كان وقتها ما كانش في وقت ان انا اتواصل مع اداره الزمالك عشان اعرف. كان قال انه اداره الزمالك الموضوع في سكه زيزو بشكل اكبر وانه نادي الزمالك ارتكب خطا انه لم يقدم اللائحه اللي خاصه باللاعب. تواصلت مع نادي الزمالك والمسؤولين والجزء القانوني اللي هو كان متواجد ومتولي الموضوع اكدوا لي ان هم ما يعرفوش طبعا ان في حكم اكيد هم ما يعرفوش احمد عبد الباسط. لا هم قاعدين على قدي. كمل كمل. انه قالوا لا احنا مقدمين اللائحه بتوقيع زيزو وموقع عليها اللي هي اللائحه بتاعت الفريق الاول ومقدمين كمان جزء خاص بانه التحقيق اللي كان زيزو اعترف فيه ان هو اخطا في عده امور منها الامتناع عن التدريب والكلام ده كله. تمام. وهو في نقطه برضه هي نقطه مهمه بيرتكز عليها الزمالك. يمكن النقطه اللي بيرتكز عليها زيزو في طلب فلوسه انه البند الثامن في عقده مع نادي الزمالك هو عقده مع نادي الزمالك 55 مليون جنيه صافي في 3 سنين 15 20 20. تمام.
هو طبعا الكلام ده كنا اتكلمنا فيه انا ومحمود، بس برضه بشرحه تاني، انه هو شايف انه البند الثامن انه الفلوس دي هو بعتبرها بونص. الزمالك كان حاطط ان هو البند ده مجرد تفسير انه في حاله زياده الضرائب لا يقل الفلوس اللي ياخدها كل سنه عن الرقم ده. فدي المشكله والاشكاليه اللي لسه حتى هذه اللحظه الزمالك عايز يخلص بيها الموضوع وعايز يشرح وجهه نظره. الزمالك شايف ان اللاعب ملوش غير 9 مليون جنيه، الزمالك معترف ان اللاعب دي فلوس، ولكن هم 9 مليون جنيه فقط. الكلام اللي اتقال ان هو حتى الزمالك بدا يستفسر بشكل ودي، اتقال له لا اصل في لجنه جديده جايه. طب اللجنه الجديده هي اصلا ازاي هتحكم؟ وهي اصلا المفروض اللجنه القديمه تسلم بقى كل ملفاتها، ولا اللجنه الجديده هتبتدي من اول وجديد؟ ده الزمالك هيستفسر بيه في خطاب لاتحاد الكوره خلال الساعات الجايه. ده كلام عظيم، وده فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. طيب رجعنا حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في حوارنا في حلقتنا. أستاذ أحمد خليني أسألك على جزئية المنافسة، منافس الزمالك، هل الزمالك عنده القدرة على التنافس خلال هذا الموسم؟ احنا بنتكلم على بطولة الكاس، بكرة عنده ماتش مهم جدا، ثم بطولة الدوري في الكونفدرالية، طول النفس موجود ولا لا عند الزمالك؟ هو بالمنطق وبأي نظريات في العالم لا. ماشي. يعني لما كلمة كورة بالمنطق ايه اللي بيحصل ده؟ ماشي. مفيش. طب ايه تفسيرك اللي بيحصل ده؟ برضه ما عنديش غير الروح. الروح مفيش حاجه ثانيه يعني. لكن هل تقدر تكمل؟ انا اعتقد يعني في الدوري هيبقى صعب. في الدوري هيبقى صعب. كلام منطقي. لكن انت ماتش بكره تحديدا هيفرق مع الزمالك جدا. الزمالك من الفرق ان انت الفوز بيجيب فوز وبيجيب وقفه والكلام ده، لكن انت اما الزمالك اما ياخد بطوله زي الكاس وياخد كونفدراليه ويلعب افريقيا، دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، ده بالنسبه له مكسب بكره. اذا الزمالك تمكن من هزيمه سيراميكا كليوباترا يفرق معاه؟ طبعا هيفرق معاه في كل حاجه. هيفرق معاه في كل حاجه. الزمالك بيلعب بيراميدز يعني، وهو تحس ان هو اعلى وهو ما عندوش مشكله، لكن هو في قلق كبير من ماتش بكره طبعا. فرقه سيراميكا مش سهله، لكن على المدى البعيد بالتشكيله دي لا هتلاقي. ما هو اللعيب اللي وفي الزمالك برضو عنده مشكله، اللعيب اللي بيصاب بتحس انه بيعمل عمليه جراحيه، فدي مشكله. اللي بيصاب بيرجع بعد وقت يعني. لغايه دلوقتي فتوح بره بكره مثلا مش موجود. انت فاللعيبه بتطول قوي اللعيبه في الزمالك يعني. بس فتوح شارك في تمرينتين لغايه دلوقتي. فتوح هيلعب بكره؟ لا مع حضرتك انه ممكن كمان يبقى خارج. بنتاج فين؟ بنتاج هتلاقيه على الدكه بكره، مش هيلعب بكره برضه، بس هيشارك في جزء من المباراه. يعني بنتاج ممكن هيرجع بكره لجزء من المباراه. احمد ربيع جاهز. الزمالك في الوقت الحالي ما عندوش غيابات غير عواد وجهاد. ما انا هكمل لك اهو. محمد عواد. هو جهاد عنده ايه؟ الايقاف. جهاد عنده مزق في الخلفيه وهيرجع الاسبوع الجاي. الراجل مزق ايه؟ مزق ده بقاله 3 سنين. بقاله كتير قوي. وقريب يرجع. جهاد تقريبا مصاب من وقت ما جه الزمالك يا استاذ احمد. مش حاجه مش طبيعيه. مش بشكك في موضوع جهاد، بس ان شاء الله يكون افضل الفتره اللي جايه. ولكن باقي اللعيبه اصبحت جاهزه، وده هيدي نفس للكابتن معتمد بكره ان يبقى عنده حلول على الدكه. يعني احمد ربيع خلاص قادر يشارك. فتوح طلب انه يشارك الماتش اللي فات، وكابتن معتمد رفض وقال له ما اكتملتش اللياقه البدنيه. وده نفس اللي حصل مع بن طايج، انه خد عدد معين من التدريبات عشان بكره ياخد جزء من المباراه. فالزمالك بيتعافى في الناحيه دي ان هو هيبقى عنده اوراق كتير. انا اللي عايز كابتن ابراهيم اقوله بعيدا بقى عن حته الاصابات، الماتش نفسه اتحاد الكوره عامل حاجتين اغرب من بعض. اولا توقيت مباراه سيراميكا اللي اتحددت، وعبد الباسط يقدر يجاوب في الجزئيه دي لانها بتترمي في الاخر على منتخب مصر والكابتن حسام حسن، وهل هي هتفيد الكابتن حسام اصلا ولا لا. اولا تحديد سيراميكا ان هو واخد فتره راحه كبيره جدا، وبعدين تيجي للزمالك وهو عنده تلاحق ماتشات وتحط له سيراميكا وماتش بدون جمهور. طب احنا بنلعب مسابقه الكاس ليه؟ يعني احنا لو بنلعبها مسابقه صامته ما بدورش على حقوق التسويق. تاني يا جماعه تاني انا كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده انا متفهمه، بس هو الاصل ايه؟ انا كتبت لائحه صح كده؟ في لائحه متوافق عليها. ملهاش لائحه. لجنه المسابقات قالت لك في الرد على الزمالك، قال لك بما يرعاه الضروره اللي بتشوفها لجنه مسابقات كاس مصر في موضوع الزمالك. قال له بما انك ما عندكش لائحه كل فرق عندها جمهور. طب واحده بس. ما هو واحده كل ممكن يا جماعه. طب واحده خد نايبك من الدنيا صبر. طب انت بتعترض النهارده وانا هفهم اعتراضك، لان الزمالك وجمهور وكلنا عايزين جمهور، كلنا عايزين نشوف جمهور في المسابقه بتتلعب للجمهور اصلا. ايوه، هي مشكله مين؟ مشكله اللي ما قراش اللائحه ولا مشكله اللي عمل اللائحه؟ مفيش لائحه. ازاي يا عمرو؟ ازاي اللائحه انه عشان خاطر انديه الشركات يا استاذ يا عمرو؟ احنا هنقول لينا ولا علينا؟ ما انا عملت لك لائحه قلت لك ان الماتشات ديت بدون جمهور. الانديه مجتمعه، يا اما ما قرتش يا اما قالت امين.
فانت النهارده جاي تقول لي ايه؟ طب لا أنا ما يا ردتش عمرو على اصبر يا عمرو، طب يا حبيبي طيب. فانت النهارده جاي تقول لي انا عايز اسال سؤال، هو مين اللي خلى الماتشات دي بدون جمهور؟ كويس انت معترض الماتشات ديت بدون جمهور. لما انا كتبت اللائحه كنت انا بديك اللائحه قطعها قول لي مش معترض. مش انا بديك اللائحه معلش كده. مش انت بس بقى، مش انت بس، خد بالك تمام مش الزمالك بس، لا ده زمالك واهلي وكل الفرق انهم عاملين ازاي. يا جماعه استنى انت كاتب لي ايه؟ انت كاتب لي هنا بتاع انا معترض. طب استنى يا باشا نعدل لك نغير لك. لكن انت النهارده حاجه البطوله ابتدت والدنيا مشيت وبتاع، جاي النهارده تقول لي ايه؟ لا ثانيه واحده انا اسف جدا، هو انت ازاي عملت كده؟ ترد بقى يا عمرو بيه. تمام. لا بس اصلا اللائحه، طب بس ليه؟ اقول لك ليه؟ عارف ليه اللائحه بتتعمل ليه؟ عشان احنا الاغلبيه العظمى في الدوري بقت انديه شركات. يجوا يقعدوا على الترابيزه يتفقوا معاهم، يقول لك ما فيش مبدا تكافؤ فرص، انا لاعب الاهلي في دور ال 32 يجي له 30,000 مشجع ينزل يكسبني بالجمهور، فتيجي تبص راي الاغلبيه على الترابيزه رايح لانديه الشركات. دي مصيبه دي. فتيجي راي يا جماعه انتوا بتناقشوا الموضوع بعد ما خلص. ما انا بقول لك بس الناس من الاول. اصل الموضوع ايه؟ الموسم الجديد يا ابراهيم. لا اصل الموضوع ايه؟ معلش اصل الموضوع ايه؟ تعالى نناقش الموضوع وقتها، وانا بتجيلي اللائحه اقوم بص على اللائحه اقول له لا والله بص لا انا مش عاجبني اللائحه دي. فتقوم الانديه تقول احنا معترضين على اللائحه، فالانديه لان احنا ما بيجيلناش اللائحه، فالانديه تقوم مبلغه الاعلام ثانيه واحده، له مندوب من الاهلي، مندوب من الزمالك، ممثل للاسماعيلي، ممثل للنادي المصري، ممثل لكذا، قالوا ايوه يا جماعه احنا في الاعلام اهو بنقول لكم اللائحه جات لنا ما فيهاش في دور البتاع، وانا مش عارف اذا كنت اوصل للدور الفلاني كده، يبقى احنا بنتكلم في صالح عام. صح. لكن انت النهارده اتحطيت في موقف فردي فبدات تبص ايه ده ايه ده لا مش مصلحه شخصيه. لا مش هي مش مصلحه شخصيه بقى مصلحتي، يعني كل واحد بيلعب عشان مصلحته. فانا دلوقتي بدات اقول ايه؟ لا يا جماعه ازاي كده؟ فهمتني يا عمرو بيه؟ لا انا فهمت ومتفاهم ده كويس، بس حضرتك لغايه دلوقتي ما سمعتنيش. اتفضل يا بيه. اتحاد الكوره بعت جواب لنادي الزمالك بيقول ايه؟ بيقول نحيط سيادتكم بان لائحه المسابقات تحدد اختصاص لجنه المسابقات ومنها تنظيم واداره المسابقات او اي مباراه اخرى يرى مجلس الاتحاد تنظيمها وادارتها طبقا للشروط الموضوعه، ولها حق اجراء التعديلات الضروريه على مواعيد المباريات. يعني لجنه المسابقات اللي متعينه هو بيديله طبقا للائحه المسابقات الاصليه انها تعمل التعديلات وفقا لما تراه. تمام يا كابتن ابراهيم؟ تمام يا بيه. طبقا للظروف والاحوال التي تراها، ويكون قرارها في هذا الشان النهائي. يعني مفيش لائحه اساسيه. راجل خص المواعيد ده المواعيد بس هو خص لا الجمهور وده برضه موجود في اللائحه وكان يعترض على الباقي. عشان ما يبقاش احنا بنتكلم كلنا فالناس ما تسمعش. كمل يا عمرو. ده بيقول ان لجنه مسابقات كاس مصر بتحط وفقا لما تراه من الضروري سواء على التعديل او الاقامه بدون جمهور. طيب نقطة ثانية عشان أنا أحب أجيب من الآخر. فين لائحة كأس مصر اللي بتقول يا جماعة؟ طب أجيب من الآخر أهو. الزمالك ما اعترضش رسمي ليه؟ الزمالك اعترض رسمي وبعت خطابين لاتحاد الكورة. ما شفتش خطاب، أنا ما شفتش بيان. الزمالك بعت خطاب. بعت لمين؟ بعت لاتحاد الكورة مرتين، الأول لما كان المباراة في استاد القاهرة وبعد كده بعد نقلها مرة أخرى لهيئة قناة السويس، فالمرتين تمسك رد اتحاد الكورة إيه؟ بحضور الجماهير. ما هو ده الرد بتاع اتحاد الكورة بيقول لجنة مسابقات كأس مصر بتعمل وفقا لما تراه ضروري ووفقا لرؤيتها. في وفقا لرؤيتها انا عامل مسابقه عشان اسوقها بشكل كويس، عشان اكسب فلوس، عشان الجمهور يحضر، عشان دي الكوره الحقيقيه. بعيدا عن كل ده كابتن ابراهيم عشان ما اطولش على حضرتك، انت طولت عليهم. ليله مباراه الزمالك وبيراميدز اتحاد الكوره بيعلن الدور اللي جاي هيبقى امتى. ماشي. ايه وجه الداعي والضروري انك تعلن ليله المباراه مش بعد المباراه؟ وبرده موجوده ما بين مباراتين للزمالك. طيب خالد بص عندك حاجه عايز تقولها عشان لا خلاص وصلت يا عمرو. وصلت. طب معترض وسجلت اعتراضك في المضبطه. عمرو معترض يا جماعه وتمام، احنا قلنا وجهه النظر الثانيه. هل ده مفيد لكابتن حسام ان هو اللعيبه تتضغط في الفترات دي وهيستفيد بيهم فعلا في كاس العالم؟ هل انت شايف ان هو مفيد في تلاحق المباريات ده عبد الباسط او رؤيه كابتن حسام ان هو مفيد؟ اما انا ما بتكلمش في ضغط مباريات ولا الحاجات دي. لا ما اتكلمش كابتن حسام بقى يتكلم. طيب انا بسال سؤال واضح وصريح دلوقتي. الكلام اللي بيقوله عمرو هل هو موجود في اللائحه ولا مش موجود؟ لا موجود في اللائحه، واللي عايز يعترض كان اعترض من الاول. الادوار دي حتى 2.5 إدارة المسابقات غيرتها، هي الأندية الثانية لعبت 2.5 عشان كان الوقت في الشتاء فالوقت حلو وظريف. لما الزمالك اعترض كان في مرونة ان هم يعملوا ده. البند اللي عمرو بيقراه من حق الزمالك نفسه يعترض عليه لأنه هو أصلا موجود في اللائحة الأساسية بتاعة المسابقة ان إدارة المسابقات ليها الحق في عمل أي حاجة. طب يا عبد الباسط آخر سؤال، هل طبيعي ان حكام الماتش احنا النهارده الساعة كام؟ النهارده الساعة 12:10. هل تم إعلان حكام المباراة اللي هتتلعب بكرة الساعة 5؟ دي اغرب من الخيال عباس يعني. بعيدا عننا انا مش هنا بدافع عن اتحاد الكوره. لا انا ما بقولكش، انا بعت معلومه عبد الباسط. انا مش لو اعلنت الساعه 5 مثلا يعني انا معاك والزمالك اعترض هيتغيروا؟
لا مش طبعا. طبيعي يا كابتن ابراهيم يعني انا بسالك إيه اللي سؤال. مش طبيعي؟ انك تحكم مباراه هتتلعب بكره، اليوم الجديد بدا اللي هيتلعب فيه المباراه والحكام ما تمش على. طيب معلش عايز افهم وجهه نظرك، هيفرق في ايه اعلن الصبح؟ هل ده طبيعي او نمطي؟ ما هو حبيبي انا أنا كنادي بسأل عايز سؤال. اعترض. لو نادي الزمالك عايز يعترض او نادي سيراميكا عايز يعترض، هل ملوش حق يعني؟ استاذ احمد حصل استاذنا كتير في هو ماتشات موجود. قبل كده. نادي كهرباء الاسماعيليه الجوله اللي فاتت ها؟ مش تفرق في حكم حاجة. له حكم غلط اكتر من غلطه في الهيكله الاداريه في نادي الاهلي هتبقى عامله ازاي يا استاذ خالد سريعا؟ بس الحكام نزلت على فكره، حكام الماتش نزل. هتلاقي لسه نازله، هتلاقي لسه نازلة. يعني نزل من شويه. محمود بسيوني حكم ومحمود دسوقي فار. لسه نازله. طيب ريحناكم يا عم عمرو. الحمد لله. هتلاقيها لسه هم قاعدين يريحوا بعض. هتلاقيها لسه نازله. اوضه فار والله العظيم في الاستوديو. اوضه فار. اعلن حاله. اعلن حاله مبسوط. كتر خيركم يا جماعه، متشكرين جدا. متشكرين جدا يا باشا. الدنيا يا عم حلوه، لسه عمالين نقول الدنيا الزمالك خلاط وماشيه في الزمالك حلوه يا عم. وانا برضه ماشي، ما قلناش حاجه. طيب في هيكله اداريه ولا لا؟ لا في طب. ها اديني تفاصيل. لا هو حتى الان الكلام على اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا اسبوع واللي من وجهه نظري يعني اتاخر. ماشي. اتاخر فكره تغيير اداره التعاقدات، تغيير اداره السكاوتنج. النادي الاهلي وعلى فكره انا ليا تعليق على كلمه قالها محمود ان المسؤولين في النادي الاهلي مصدومين من مستوى كاموش. الحقيقه اللي مصدوم من مستوى كاموش يعني المفروض يصدم في نفسه الاول. المفروض يتصدم في نفسه الاول، لان طريقه اختيار كاموش وتوقيت اختياره والتعاقد معاه كلها عليها علامه استفهام. ما ينفعش اجيب لعيبه يا ابراهيم في فتره اعداد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه بيسخن ابراهيم احنا في بدايه اي موسم الفرق لما بتلعب اول 5-6 ماتشات، الفرق بتاعتنا بقى اللعيبه بتاعتنا كل ما يجي اداء وحش يقول لك يا عم استنى ده احنا لسه في بدايه الموسم، فاللعيب بيحتاج له 5-6 ماتشات. عشان نرجع بس للحته بتاعت الهيكله الاداريه. فاحنا اتكلمنا في كامل. في هيكله اداريه هتحصل؟ طبعا لازم يكون في حق. امتى يبتدوا الشغل فيها؟ المفروض شغاله دلوقتي. اشرف داري قصته خلصت ولا لا؟ لا لسه طبعا. ايه بقى؟ اشرف داري لسه موضوع. هي فين وايه اللي بيحصل؟ اشرف داري موجود في النادي الاهلي، بياخد فلوسه بشكل منتظم، لا الشهريه يعني القسط الشهري عادي 50,000 تقريبا. وهيفضل ياخد، هو بياخد عقده $1 مليون في السنه. هو تقريبا يعني النص ده بياخد نص مليون في الشهر تقريبا. احسبها بقى يعني. تقريبا. هيفضل ياخد فلوسه لحد ما ينتقل. ولو ما انتقلش هيفضل لحد نهايه الموسم ده يتشاف بقى، اما يرجع للقائمه بتاعه النادي الاهلي او يباع في الصيف. تمام، او يبقى في خلاف او نزاع قضائي ما بين داري والاهلي. عظيم. استاذ شوقي عندك حاجه تقولها لنا قبل الفاصل؟ انا عارف يعني ان عندك اكيد حاجات كتير. يمكن استاذ احمد تفضل وقال انه ان شاء الله الفتره الجايه في ممكن تكون مفاجات جيده. انا مش عارف النهارده جاي وشكله عنده المفاجآت. قلقان والله. قول المفاجآت يا شوقي. قلقان والله العظيم. انا حاسس ان النهارده مش عارف، انا غريب مقبل على الحياه قوي. مش انا. يمكن عشان شهر لو الخير منك ما قلتش، لو منك ما قلتش. طب خلاص بص حاجات مش نازل. الدنيا وحشه. احنا اصلا بالنسبه هم بيدفعوا لعيب بره القايمه، نفسي ادفع اللي جوه القايمه. ان شاء الله بس لو معايا فلوس ادفع اللي جوه القايمه يعني في فروق كبيره بس ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. طب خلاص نخش على شركه الكوره. شركه الكوره في نادي الزمالك في كلام كتير اتقال عن اكتر من اسم انه هيبقى رئيس شركه الكوره. استاذ ايمن ممدوح عباس، اتقال استاذ سميح ساويرس، كل شويه يطلع اسم. اجراءات شركه الكوره بتتم في الوقت الحالي، ممكن يتم الاعلان عنها بعد نهايه الموسم، ولكن مفيش اي استقرار خالص على اسم رئيس شركه الكوره اللي هو اكيد هيبقى من خارج. بس اجراءاتها خلصت كلها. اجراءاتها خلاص بتخلص تماما، هيتم الاعلان عليها. ومن المهم النادي الزمالك في الوقت الحالي انه يعني يمر عامين ماليين من غير ما يبقى عنده خسائر عشان يقدر بعد كده يطرح الامور في الاسهم داخل البورصه. الموضوع ده هيفرق مع نادي الزمالك ليه؟ لانه طبعا زي ما احنا شايفين مثلا نادي زي الاهلي بيعتمد على شركه الكره في توفير مداخيل كبيره لفريق الكره. برضه نادي الزمالك بيحاول يوصل لمرحله الاستقلاليه في ظل ان هو عنده اكتر من 20 لعبه. اما يبقى انت عندك فلوس مخصصه فقط شركه الكره، ما تدخلش في حته بتاعت ايه لا داخل فلوس، طب بقول لك الفلوس دي هاتها ادفع بيها لفريق اخر او ان انا هعمل بيها امور اداريه داخل نادي الزمالك. بس انت ما ينفعش تعمل شركه كوره لما تخلص الايقافات. تخلص الايقافات كلها. لازم ما بشرط. بتكلم في انك تقلل شروط الرخصة. الايقافات اللي عليك. عندك حوالي 11 ايقاف، وخد بالك انه لسه لغايه اخر مارس عندنا لسه في 3 قضايا. سامسون لسه شغاله، عمر فرج لسه شغال، في النادي بتاع صلاح مصدق، عبد الحميد معالي، في حوالي 28 قضيه كمان. يعني بص يعني بشكل عام يعني ان شاء الله احنا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا. شوقي قبل ما اخرج لفاصل، محمود شوقي عندك كواليس الزياره اللي تمت بين الكابتن محمود الخطيب ومع سياده الوزير الجديد اللي بنبارك له كابتن جوهر نبيل؟ كانت زياره ايجابيه جدا. بعض الناس كانت متحفزه قوي
او رغبه كده في اشعال صراع غريب ما بين الاهلي والوزاره او الوزير الجديد يعني. عشان بس نفصل الموضوع سريعا، العلاقه بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن جوهر نبيل بقى لها اصلا سنين علاقه عاديه جيده يعني، مفيش مشاكل. يعني في الاعياد بتلاقي في رسائل متبادله، في المناسبات ممكن نتقابل مع بعض، الدنيا هاديه، مفيش اي صراع من اي نوع. لان في بعض الناس قالت ان جوهر نبيل جاي بقى خلاص هينتقم من مجلس الاهلي وما الى ذلك. الزياره كانت ايجابيه جدا جدا، حتى الكابتن جوهر نبيل كان حريص حتى ان هو يستقبل. ده كلام عبثي جدا، انا بحس ان ده كلام عبثي قوي، يعني كلام عبثي قوي اللي هو ايه ده فلان الفلاني جاي ينتقم ويعمل على اساس ان هو ايه، يعني على اساس ان الموضوع دولة يعني. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه يعني؟ دوله اللي ممكن يحصل الاهلي يعني دوله ثانيه واحده بس، دوله بحجم مصر، دوله كبيره جدا جدا، كل تصرفات الوزاره وكل تعاملات الانديه محسوبه ومرصوده طبعا طبعا. فبحس ان ده كلام عبثي كرتوني جدا جدا، يمشي في الحاجات بتاعت اللي هي فاهم، يعدي في السوشيال ميديا يجيب صريخ. هو بيحصل كده فعلا يعني، هو بيبدا لكنه رجال الدوله محسوب عليهم تصرفاتهم، والكابتن جوهر نبيل اصبح رجل دوله، والكابتن محمود الخطيب يتعامل وفقا لبروتوكولات رجال الدوله، فانا ما بعرفش ما بفهمش الكلام ده بيجي منين. قريب اكيد الكابتن جوهر نبيل هيتكلم، وانت اكيد ممكن تعمل معاه مداخله او تستضيفه هنا، هيحكي لك حتى عن كواليس الزياره. من اكتر الزيارات اللي حصلت في اخر 48 ساعه دي فيها ضحك وهزار وكلام في المستقبل. الكابتن الخطيب فتح محاور كتير جدا في الحديث مع الوزير جوهر نبيل حوالين تطوير الرياضه، وملفات كتيره جدا جدا، من ضمنها بالمناسبه الانديه الشعبيه. يعني الكابتن الخطيب حريص فعلا على موضوع الانديه الشعبيه ده. ودي فرصه برضه يا ابراهيم، طالما انت فتحت موضوع الوزير، انا اتمنى انه الكابتن جوهر نبيل يفتح الملف ده بشكل عاجل، تتحسب له والله بعد سنين ان يكون هو وزير الرياضه اللي يفتح ملف اعاده الحياه للانديه الشعبيه من جديد تحت عنوان المشروع القومي لتطوير الانديه الشعبيه. نرجع معاه خطوه خطوه، نرجع انديه كتير جدا نسيناها، صحيح، هتبقى خطوه كبيره جدا. واحد فاصل في السريع منه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. طيب بعد الاداء المميز اللي بيقدمه الكابتن معتمد جمال، هل ترى ان هناك ضروره لاعلان استمرار الرجل بشكل رسمي؟ ده لازم. هو الاول عايز اوضح ان الكابتن معتمد لغايه دلوقتي ما خدش حاجه، مش عارف هياخد كام، ما عملش عقد لحد دلوقتي لغايه ما انا بكلمك دلوقتي ولا حد، مش كده شوقي الكلام ما حدش عارف هو بياخد كام، هو مش عارف ما طلبش، مالوش اي طلبات خالص يعني. يعني هم مش مصدقين انه بيتعامل بهذه الفلوسيه. طبعا معتمد من ولاد النادي، بس في ولاد النادي يقول لك طب قول لي، طب انا هعمل عقد، طب انا هكمل السنه الجايه ولا لا، عشان في التزامات مالوش اي مطالب. فانا برضو انا مستغرب من لغايه دلوقتي. هو خلاص اتفاق ضمني ان هو مكمل لنهايه الموسم، لكن ما قالوش، ما اتقالش كده للمعتمد، بتقول له ما تقول له، يقولوا يعلن للجمهور ويعلن للكل، وده هتريحه نفسيا ان هو محبوب، يعني ان هو لا جدا محبوب جماهيريا جدا، ومحبوب كمان عند اللعيبه، واضح يعني، واضح ان اللعيبه عايزه اللعيبه جدا، قريب من اللعيبه. وجماله انه في عدل في عدل. والشويه الصغيرين اللي طلعوا اجباري على فكره، ما هو الاهلي كان يقدر عنده اكيد عنده زي دول. أيوة. بس ما الظروف فهم طلعوا بظروف، ما اتقفلش على القيد فمش هيطلع شباب. فالشباب انت بتتكلم في 5 على الاقل يدوك قدام، فدول ادوا له بقى مع عوده يعني بكره مثلا بنتايج راجع، ممكن يقول لك لا ابدا بقيشه، يعني عنده الرفاهيه. فدي يعني اعتقد ان ممكن ماتش بكره اللي حضرتك بتحبه الخضري. لعيب هايل والله اصلا. ده اصلا هفرايد ده اصلا. ده بيقولوا لي شيكا قال لي ان هو بيلعب 8 كمان. مش عارف كويس قوي يعني. بيلعب 8 وبيلعب وينج اصلا. فالماتش اللي بتاع بكره ده هيفرق مع معتمد تماما يعني. طيب كابتن معتمد نكمل ولا لا؟ انا على المستوى الشخصي اتمنى كابتن معتمد يكمل. هو برضو موضوع العقد واللي الخضر اتكلم فيه، عارف المعلومه وعارف ان هو ما طلبش ولا هيطلب، لان هو شايف الظروف. حتى هو لما جه انا كنت قريب منه جدا وقاعد معاه وقتها، ناس كلمته قالت له انت بتنتحر، وقال له ما تروحش. يعني هو ناس قالوا هو ناس من ابناء الزمالك ايه ليه ينتحر؟ المهم والتوقيت اللي داخل فيه احمد عبد الرؤوف كان معلن ان راجل مدير فني الزمالك
يعني معناها ان هو مش مدرب مؤقت حتى. كابتن احمد من الناس المحترمه، بس ضغوط كبيره كانت عليه. طيب. ادت في النهايه لاعتذاره. فعبد الباسط بيتكلم مظبوط، كنا قاعدين انتحاريه. قالوا له انت كده ده في انتحار ناس رسمي من اللي ولاد انت بتعمله. الزمالك بترفض اصلا التواجد، وجاله في التوقيت ده. تليفونات وهو قال لهم لا انا ما هقبل له. طب اعمل عقد عشان تضمن حقك. لا برضه. فالراجل ان هو يعمل كده اكيد برضه انه كرم ربنا وتوفيقه معاه علشان خاطر اللي هو عمله. صحيح صحيح. بجانب ان هو برضه موضوع ان هو يطلع لعيبه. هو راجل مشي من عنده نصر ومشي من عنده دونجا عارف يعمل توليفه. فكره ان انت تحط 5 لعيبه فجاه في التشكيل بتاع الفريق. اي فرقه لو فرقه كبيره او فرقه صغيره ممكن تتهد، لكن انك تدخل لعيب وتقدر تطلع طيب منه. يعني انت برضو مع الراي انه لابد من انه طبعا هو مكمل على فكره. هو كابتن خلاص معتمد مكمل، وهو حتى مش بتكلم على شاغل الكامل ولا لا؟ هو يعني مش مش شاغل مكمل. باله اصل بالموضوع الزمالك ده. ما تضمنش بكره في ايه. هو مش شاغل باله بالموضوع ده. خد بالك برضه عشان بتكلم طبعا كابتن معتمد على طول. كابتن معتمد مش شاغل باله بالموضوع قوي. طبعا اي حد يتمنى انه يبقى عنده استقرار نفسي والكلام ده كله، لكن في الاخر هو شايف ان الوقت ضيق قوي، انه اصلا ما يفكرش اكتر من كل ماتش في ماتش. انت ما بتلحقش اصلا تفكر في مستقبلك، انت بتفكر ازاي تتعامل مع غيابات، ازاي عايز اقول تتعامل لك مع انا اتكلمت معاه قبل كده في الموضوع ده. فبقول له انت اتقال لك ان في مدرب اجنبي جاي وان انت مكمل معاه في اول التجربه خالص. قال لي وما عنديش مانع خالص. فكابتن معتمد من الناس اللي نفوسها الطيبه مع الشغل اللي هو كويس اللي هو عمله، مدي لكل واحد مساحته. محلل اداء مديله مساحته بشكل غير طبيعي. كابتن ابراهيم صلاح مع مدرب كويس اسمه ابراهيم صلاح طبعا يعني. طيب ده شيء عظيم. تصريحاته حلوه قوي يا ابراهيم. طيب كابتن معتمد تصريحاته اخد خبر من خالد وخبر من شوقي في الاهلي واختم. لا هو في التمرين بكره في حاجه كان يعني عرضها تروب ان هو كان عايز التدريبات في رمضان تبقى قبل الفطار. فالناس اتكلمت معاه بتقول له لا ده ضد الطبيعه بتاعتنا، وان احنا كده نلعب المباريات بعد الفطار. فقال لهم خلاص وندرس الموضوع وفي التمرين اللي جاي نبقى نحسب الموضوع يعني. فهو بيشوف القصه هتمشي ازاي. خبر من عندك؟ كنت عاوز اقول امام عاشور. مفيش ولا جلسه مع امام عاشور بشان تجديد عقده. قال لي حاسم الامر بالنسبه لامام عاشور، مفيش اي جلسات الا بعد نهايه الموسم. ماشي. انه امام عاشور من البلدي كده يرمي بياضه هذا الموسم لانه كان غاب لفتره طويله جدا. التزام مقابل الاموال بعد كده. حسين شحات قعدوا معاه اتكلموا معاه في لا اخر جلسه كانت من فتره طويله جدا. مفيش اصلا حاجه يعني؟ لا مفيش اي جلسه من اي نوع. الكلام مع حسين شحات او الخلاف الوحيد اللي كان قديم يا السنه ولا سنتين. الاهلي كان عايز سنه واوبشن السنه الثانيه. ماشي. حسين شحات كان يطمع طبعا في سنتين بشكل مباشر وده لسه ما اتحسمش. اساتذه انا بشكركم شكرا جزيلا على الامثله الكرويه اللطيفه. شكرا كريم. والله وصوم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. دايما في افضل صحه كده وافضل حال. تعتبر دي الحلقه الاخيره للساده الصحفيين. وبكره هنختم بالحلقه الاخيره. استاذ احمد بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شرفنا وبتنورنا. شوقي محمود اشكرك شكرا جزيلا. شوقي احمد اشكرك شكرا جزيلا. عبد الباسط اشكرك شكرا جزيلا. استاذ خالد اشكرك شكرا جزيلا. استاذ عمرو في سحور في رمضان او فطار اكيد؟ ما فيش يا حبيبي حاجه. ما فيش خلاص هنقفل باسط. مفيش. نتقابل بقى بره زي ما لا بره خلاص احنا هنقفل القهوه عشان عندنا بلديه وحي وبتاع وعندنا زي ما بنعمل بقى. درش متشكرين يا درش. تحت امرك. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت طيب ما امرش عليك عدو. متشكرين يا عم حسن حبيبي يا كابتن. تسلم يا عمو. تصبحوا على الف خير. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.